السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وأنتم طيبين. تعالوا النهارده نعمل شوية بيتي فور بالشوكولاتة بالفانيليا. عايزة أقول لكم كان عبارة عن حاجة هشة أوي، ناعمة في نفس الوقت وسهل جدًا، الخطوات بسيطة. تابعوا معايا الفيديو للآخر. هنقول بسم الله. عندي 750 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، و250 جرام من السكر البودر، وأهم حاجة يتنخل عشان ما يبقاش فيه تكتلات، ويتضرب كويس قوي مع الزبدة، خصوصا ان احنا جايبينه جاهز مش سكر بودر بتاع البيت بالمنظر ده. نيجي بقى للخطوة الأهم، وهي ضرب الزبدة مع السكر كويس قوي. كل ما تضربي السكر والزبدة والحجم بتاعها يتضاعف والزبدة تبقى فاتحة قوي، كده اضمني ان البيتي فور معاكي هيبقى ناجح قوي 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 بالمنظر ده، حتى تحس انك اتحول لكريم شانتيه من كتر ما هو حجمه تضاعف. نيجي هنا بقى لتاني مرحلة، وهي مرحلة البيض. عندي هنا بيضتين كاملين وصفار بيضة واحدة. ده الطعم او الملمس كمان بتاع البيتي فور المظبوط او المتوسط بالنسبة لي. كل ما تحس ان انت عايزة البيتي فور معاكي يبقى ناعم، قللي من البياض البيض، يعني ممكن يبقوا 3 صفار بيض او 2 صفار بيض وبيضة كاملة، او زي ما انا حاطة 2 بياض كاملين، يعني بيضة كاملة وصفار بيضة واحدة. ده على حسب بقى رغبتك انت، لكن ده عندي كان متوسط حلو قوي. عندي هنا كام رشة من الفانيليا السايلة، ممكن فانيليا باودر، وممكن تحطيش فانيليا خالص. الزبدة هنا برضو بتشيل ريحة الزفارة، بس اللي بيحب طعم وريحة الفانيليا يحطها. بعد كده هننزل بكيلو من الدقيق. ده متعدد الاستخدام، يعني ده اهم حاجة للكحك والبسكويت. ما يكونش دقيق بلدي، ده اهم حاجة. جيبوا اي نوع، انا بستعمل الكوثر، انتوا هاتوا اي نوع بس يكون للبسكويت والبتيفور وللكحك. بصوا بقى كده ملمسها معايا عامل ازاي. قلبتها من فوق لتحت، ما شاء الله الهوا كان فيها حلو قوي، عبارة عن كريمة. بصوا بقى قربتها بالكاميرا، عايزة اوريكم بس الملمس بتاعها. آم، يعني مش عارفة امسكه، ملزق كده. ما شاء الله هو ده المظبوط، لاني ده بتاع القمع. لو انت بقى عايزه تشتغلي بالمكنه، حطي دقيق زياده لحد ما اكون ماسكه نفسها. بعد كده نقسم العجينه لنصين، نص فانيليا وهنحط نص كاكاو، وهنحط معاها قطعه من الزبده، وهنقلب بالمنظر ده لحد ما تندمج معانا ونوصل الشكل المظبوط بتاع الكاكاو على حسب رغبتك انت، يعني تقيل قليل خفيف متوسط على حسب رغبتك. وده القمع اللي انا بشتغل بيه. للاسف مفيش رقم للقمع عشان اقول لكم هو عامل ازاي او رقمه ايه، بس هو ده الشكل. بعد كده هبتدي بان انا اشكل البيتيفور الشوكولاته، عشان هحط قطعه من النص في الفانيليا كده عشان ما تحرقش مني، وده المظبوط عشان حرام كل ده ما يروحش هدر. اهم حاجه حطي قطعه، يعني يا تشكلي بالمنظر ده، يا مثلا تحطي قطعه فانيليا عشان ما يتحرقش معاكي. والنواعم يا جماعه بتحب درجه الحراره الهاديه خالص خالص خالص. وده قمع برضو بوريكي ان اي حاجه هتتعمل بيها، بس اهم حاجه تحطي قطعه بيضه. والنواعم قلنا ان هي درجه الحراره لا تبقى متوسطه ولا تبقى عاليه، في الرف الوسطاني. آه، يعني أهدى درجة في الفرن يكون شغال قبلها بربع ساعة وتحطيه فيها. ما بياخدش لون جامد قوي من تحت، يا دوبك بس انتي بالعين كده لونه يتغير. ما شاء الله بيطلع يهدى، سيبيه ياخد من صهد الصينية اللي انت كنت حاطاه في الفرن، ورصيه بقى. بعد كده ما شاء الله رمى كتير قوي معايا. احنا ما بنحبش صراحة نزينه بالشوكولاتة وكده، احنا بنحب ناكله بالمنظر ده. هو مش محتاج كمان، والسكر بتاعه مظبوط، والنقشة بتاعته ما شاء الله زي ما هي، لا فرشت ولا الشكل بتاعها راح. اتمنى تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.